أغنية لا ملو، وتعني بالعربية لم لا، تسمع كثيرا في الحفلات ولا سيما في سهرات الأعراس. ويردد بعض الشباب كلمات الأغنية بتناغم شديد. استطلعنا آراء طلبة من جامعة بيرزيت حول الموضوع، إذ يرى بعضهم أن الاستماع للأغاني العبرية لا يتعارض مع المواقف السياسية، فمنهم من يستمع إليها لتقوية لغته، وآخر يراها فنا يستحق الاحترام، وثالث بحكم الاختلاط والعمل مع الإسرائيليين. هيثم، أو الملقب بالدود، وهي كلمة عبرية تعني العمى أو الخال، يعشق اللفظ العبري وبحكم الاختلاط والعمل مع الإسرائيليين. بسمع أغاني عبري. أول إشي بحب الأكسنت تبعتهم، الميوزك، بفهم عبري أنا، فاتخلطت فيها مع يهود كثير طبيعة شغلي، فصار خلص روتين من حياتي. أما براء فيشعر بالقوة عند الاستماع لهذه الأغاني، لما أسمعها بحس إنه أنا قوي، أقوى نوع. ويحترم ثائر الفن العبري، فهو حسب رأيه شيء رائع يستحق الاحترام وإن كان صادرا عن عدو. لأنه العبري شيء رائع، فن بحد ذاته. اللغة العبرية أصلا مش لازم تربطها بالاحتلال. اللغة العبرية هي لغة أنبياء قبل ما تكون لغة احتلال كلها. بالعكس هذا فن، الفن أنا بحترمه حتى لو كان من عدوي يعني. ولم يقتصر استماع الأغاني العبرية على الشباب، بل كان هناك نصيب للجنس اللطيف، فأسماء تستمع للأغاني العبرية عشان يعني أقوي لغتي العبرية، يعني بدور على الكلمات اللي ما بعرفها بطولها هيك. لكن لآخرين موقف مغاير، حيث يعتبرون الاستماع للأغاني العبرية تطبيعا مع الاحتلال وترويجا له وقبولا بأغانيه فوق احتلاله لأرضنا. سائد يعتقد أن هناك مطربين عرب كافيين ولا داعي للاستماع للأغاني العبرية، إضافة إلى أن ذلك يعتبر ترويجا للاحتلال. أول شيء أنا ما بفهم لغتهم، ثاني شيء ما هي لغة عدوي، يعني أغاني استمتع فيها عدوي، ولغتنا العربية كافية وفي عندنا مطربين كافيين أعتقد أن نسمع لهم. بس ما أعتقدش أني لازم أشجع عدوي بأي ناحية كانت، حتى لو كانت فنية، أني أشتري كاسيتاتهم وأسمع أغانيهم بعد كل اللي بيسووه فينا. ويتفق أمجد مع سائد برفض الاستماع لهذه الأغاني، ويرى أن الاستماع لها يعد تطبيعا ثقافيا، ناعتا الذين يستمعون لهذه الأغاني بالمنفصمين ثقافيا. أنا بعتبر أنه يعني الأغاني العبرية تطبيع، يعني فوق ما هم محتلين أرضنا ووطننا وكمان نسمع لهم أغاني عبرية، يعني ما بزبط هذا الموضوع. بحس أنهم عندهم انفصام ثقافي ومش مقتنعين بحالهم تسمع أغاني أصلا هم ما بيكونوا يفهموا شو معناها. ويتساءل محمد، كيف يتساوى الاحتلال والاستماع لأغانيه؟ لا بحبش اسمع يعني احتلال ومش احتلال وبتسمع لعبري، يعني مش حلوة بحق فلسطين. ومن وجهة نظر حلا وصديقتها إيمان، فإن الذين يستمعون لهذه الأغاني لا يعرفون معانيها فقط من باب التباهي. في ناس بيسمعوهم بيكونوا مش فاهمين ولا إشي فيهم، في ناس بس للبروز. أنا بعرف عبري، يعني أنا بس بدي أسأل هم اللي بيسمعوا أغاني، لما اليهود مثلا يمرقوا يسمعوا شباب فلسطين اللي بحاربوهم عم بيسمعوا عبري، يعني إيش موقفهم؟ بالعكس كثير بنبسطوا، يعني فاهم إنه سواء بالضبط، يعني إنه إحنا خلاص كسبنا، هي أخذناهم صفنا، يعني هم المحتليننا، يعني كثير عيب. ولكن رئيس تحرير وكالة معن الإخبارية والخبير في الشؤون الإسرائيلية ناصر اللحام يرى أن الأغاني العبرية قليلة الانتشار بين الشباب الفلسطيني. أنا لا أعتقد بأن هناك انتشار واسع بين الشباب الفلسطيني، بالعكس انتشار قليل جدا ومحدود لسببين. السبب الأول كراهية الشعب الفلسطيني بإسرائيل وبثقافتها، ثانيا أنه هم لا يجيدوا اللغة العبرية. الشعب الفلسطيني أقل شعب تأثر بالثقافة العبرية حتى قياسا مع الشعوب العربية. وعلى الرغم من ذلك يرى اللحام أن أسباب انتشار هذه الأغاني الاستماع أساسه أولا حب الفضول، اثنين بحكم أنه البث بيوصل، وجود عرب 48، وإضافة العامل الأساسي هو حب الفضول. أحيانا يتعلم الناس اللغة العبرية من خلال الأغاني، وأنا أعتقد أنه اللي قالوا أنه في إقبال على الأغنية العبرية هم غير مختصين أو لا يملكوا أرقام، مجرد انطباعات لديه. بين مؤيد ومعارض للاستماع لهذه الأغاني، فإنها تطرق آذان المستمعين في فلسطين كما يطرق الجيش الإسرائيلي أبواب منازلنا كل ليلة. عواد الجعفري، رام الله.